بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حبايب قلب ام رحيم. طبعا زي ما وعدتكم انا هصور لكم يوميات كده يعني. فاحنا النهارده معانا سمك هيشوى في البرميل، سمك طبعا بكميه كبيره. فهوريكم كده بعض المقتطفات وازاي السمك بالشوي في البرميل اللي هو بيتعمل يعني. البرميل ده بيتعمل عند الحداد يا حبايبي. آه، برميل، تقول للحداد عايزه برميل هو بيعمله. بتولعي بقى، ده بديل له الفرن اللي هو اللي ابو القش الفلاحي القديم. بتشعلي كده او بتقيد النار باي حاجه يعني، خشب، ورق، اي حاجه. الفرن ده حلو وعملي جدا ومنجز يعني، مخلي طعم السمك معاكي زي طعم السمك بتاع الفرن القش القديم. فاحنا هنا بوريكم ازاي اهو. تحط السمك الاول بتبدريه بالرده، وبعدين بنرصه ونحطه في قلب الفرن. تمام. طبعا وفي اليوم ده كان في عشاء برضو، عملنا شاورما يعني انا حاولت كده اصور لكم عشان تبقوا معانا يعني. آه، عملنا جنبه رز ابيض وسلطه وخضار. فانا جبت لكم، حبيت اجيب لكم الفرن بس هو بالصو وهو بيشوي السمك عشان تشوفوه. معانا هنا طبعا التمليحه. طبعا احنا ما شاء الله كنا كام واحده يعني قاعدين. آه، تمليحه بتبقى ميه وملح ليمون طماطم خضره فلفل، بتفرموا كلهم في الخلاط. السمك ما بيطلع من الفرن سخن بتحطيه في الميه وملح دي. ليه بقى؟ عشان لما بيبرد، لو سبتيه يبرد بيجلد. وزي ما انا قلت لكم قبل كده، بتحطيه في الميه بالملح الاول او التمليحه الاول، عشان وهو سخن يشرب التمليح. تيجي تاكلي كده السمك بتاعه لحد العظم اللي فيه، تحس ان هو واخد طعم الملح كويس، او واخد الحدق اللي بنقول عليه الحدق كويس يعني. عملنا جنبه رز ابيض. آه وما شاء الله كان يوم. الحاجات اللي هي النواشف دي يعني بتبقى خفيفة كده حتى في الاكل. طبعا انا نسيت اقول لكم المتخصصة عندنا في الشوي ام حسام طبعا، لان ده يا حبايبي اكل جماعي، طبعا كل واحد اللي بيقدر على الحاجة بيعملها. آه ان شاء الله يا رب، ربنا يفرحكم زينا يا رب. طبعا سامحوني عشان انا عندي برد شويه حتى باين من الصوت بتاعي. هنا هعمل الشاورما بقى. ده كان العشاء، عشاء سريع كده وشاورما سريعه. معانا هنا كام فص توم، ومعانا ورق لورا، ومعانا 3 حبات حبهان، 3 فصوص يعني، معلقه كبيره توابل اللي هي البهارات، كمون على فلفل اسود على كزبره ناشفه. خلاص. طبعا تحفظتوا التوابل بتاعتنا او التوابل بتاعتي اللي انا بشتغل بيها على طول. معانا هنا بصلتين كبار متقطعين كده شرايح، ومعانا 3 4 قرون فلفل، ومعانا برضو 3 4 حبات طماطم. دول يا حبايب قلبي بقى صدرين فراخ طريين، انا مقطعاهم شرايح رفيعة كده علشان يستووا بسرعة. ومعانا برضو صدرين مستويين، ومعانا علبتين زبادي. طبعا الشرايح اللي هي الفراخ المستوية مش هحطها في الاول، انا هحطها بعدين يعني لما الفراخ تبدأ تدخل في السوا، هنزل بالفراخ اللي هي اصلا مستوية. فهعمل بقى، هركن الحاجات دي كلها على جنب، انا مش عاوزها دلوقتي. وهجيب طبق بقى علشان اقلب فيه المكونات والخلطة، خلطها على بعضها. خلاص. طبعا سامحوني على الكركبة اللي حواليا دي، انتوا عارفين بقى ان فرح ولمة وتجمع وبيبقى كل حاجة في جنب. خلاص. هنزل بالمكونات بعد ما دقيتها كويس او فرمتها كويس، اللي هي البهارات، ملح بسيطين خالص، وبرضو حاجة يعني ربع معلقة سكر كمان، يعني بتخلي الاكل مزز. وحوالي ربع كوباية خل ابيض. الخل برضو عشان بيخلي الفراخ طراوة، وبخلي طعم الفراخ هو اساسي في الشاورما على فكرة يا جماعة. هنزل بقى بكوبايتين الزبادي وتقلبي. بالمفروض الخلطة دي بتفضل كده، بتفضل اقل حاجة ساعة، يعني بتخليها ساعة. بس طبعا عشان احنا كان يعني وقت الاولاد كانوا جعانين، فقلنا يعني اعملها لهم كده حاجة سريعة يعني. فدي بقى لو انت مستعجلة ممكن تعمليها سريعة، لو مش مستعجلة اعمليها قبلها بساعة، اقل حاجة ساعة. كل ما بتفضل في التتبيلة كل ما بتبقى احلى. نزلت طبعا بكوبايتين الزبادي. مش زي ما انا قلت الفراخ اللي هي المستوية مش هنزل بيها دلوقتي،
هقلب الصدور معانا في الخلطة كويس. وبعدين زي ما انا قلت بتركنيها. هنحط بقى شوية زيت في طاسة على النار بتسخنيهم، عشان هنزل بالمكونات بتاعة الشاورما بتاعتنا معاها على النار. خلاص. طبعا ما كانش فيه عيش، ما فيش عيش اللي هو العيش اللي هو بتاع عيش الشاورما يعني. فانا بقى عملت بالعيش بتاعنا، العيش اللي احنا بناكله. هنا الطاسة على النار فيها شوية زيت بسيطين خالص، وبعدين بسخنهم. هنزل بقى بالمكونات بتاعتنا كده على النار، وهسيبها على النار، على نار هادية مش على نار عالية قوي يا حبايبي. علشان ما تتحرقش معانا بسرعة، لازم عشان الفراخ تستوي كويس. خلاص. تفرديها كده في الصينية وهنسيبها معانا شوية. انا جبت المكونات جنبي اهو. عشان اما تستوي هنزل بالفراخ الاول، يعني هتاخد حوالي 5 دقايق كده على النار. لما الفراخ تبدأ تاخد لون، كلنا عارفين ان الشرايح صدور الفراخ وانا عاملاها رقيقة جدا مش هتاخد سوا خالص، يعني هي كلها مش هتقعد حوالي 10 دقايق على النار. آه، اهو قعدت 5 دقايق وما بدأت تشرب الصوص والتتبيلة. نزلت بالفراخ اللي هي المستوية، الصدور المستوية، وحطيت هنا شوية بصل بسيطين خالص اهو، قلبتهم معانا. لسه بقى هنزل. انا حطيت البصل هنا اهو لان انا مش هكتر لها بصل دلوقتي. المفروض ان البصل اول حاجة في المكونات بينزل، وبعدين الخضار بتاعنا ما بيتدبلش. يعني في الشاورما لما تحس ان هي خلاص بقت 3/4 سوا بتنزلي بالخضار. اول حاجة بننزل بها البصل، تقلبيه كام تقليبة كده، وبعدين ننزل بالفلفل، وبعدين الطماطم. خلاص. الخضار لونه ما بيتغيرش في قلب الاكله وما بيستويش، يعني هي الشاورما كده. انا نزلت برضو بالفلفل زي ما انا قلت لكم، اديت له تقليبه كده دقيقتين على النار، وبعدين نزلت بالطماطم برضو هديلها كام تقليبه كده على النار. وخلاص على كده. بتجيبي بقى، انا كنت عامله في اليوم اللي قبلها كان في توميه، هنزلها لكم في الفيديو اللي جاي ان شاء الله. انا كنت عامله طريقته في التوميه. برضو كنا عاملين فيديو عشاء كده سريع. اهو جبت العيش البلدي بتاعنا، العيش بتاعنا بتاع الفرن. دهنت الرغيف تومية، وبعدين حمرنا طبق بطاطس، وهنزل برضو بالشاورما، واحط عليها بطاطس. اللي عايز بقى يحط مخلل خيار يحط، اللي عايز لو في خس موجود. براحتك، يعني الاكل اذواق يا جماعة، كل واحد وذوقه، كل واحد وطريقته. بتقفلي كده من تحت قبل الرغيف ما تقفليه، علشان المكونات ما تطلعش منك، وبعدين بلفه كده رول. وبعدين انا جبت هنا طاسة على النار، حطيت فيها شوية زيت، يعني قلت ادلعهم كده عشان يحسوا ان السندوتشات جاية جاهزة من بره. دهنت الصينية زيت، وسخنت حطيت فيها السندوتشات دي لو وش كده لون من على الناحيتين، عشان العيش يبقى سخن معانا ومقرمش. خلاص. انا هعمل بقى كله بنفس الطريقة كده وهوريهولكم. هو كده خلاص هيبدأ ياخد لون، وانا هقلبه. والله كان طعمها جميل يا جماعة، جربوها بالطريقة بتاعتي ديت وان شاء الله تعجبكم يا رب. وهي على فكرة أكلة سريعة وبسيطة وسهلة، وأحسن من اللي بالشارع، يعني بتبقى يعني بصدرين 3 فرخة انت ممكن تعملي لعيالك وبيعمل معاكي كمية كويسة، أحسن ما تشتري من بره. الحاجة غالية والدنيا غلت وربنا يسترها علينا يا رب. اهو هي طبعا الرغيف الاولاني اللي انا حطيت السندوتش الاولاني خد لون، قلبته على الناحيه التانية. طبعا انا هحمره شويه عن كده كمان، بس انا كنت شغاله يعني بحط على النار وبلف سندوتشات. والله كان طعمها جميل. اهو تحط بالطريقه دي، احمرت خالص اهي. وبعدين جبت بقى ورق كراسة، ويعني حاولت اعيش الاولاد كده ان احنا يعني ايه في المطعم، وبلف لهم السندوتشات عشان العيش كان سخن على يعني كان سخن. يعرفوا يمسكوه يعرفوا ياكلوه. والله كانت سندوتشات حلوة وكانت سريعة. طبعا يوم السمك في اولاد برضو يعني جاعوا قالوا احنا عايزين عشاء، مش عايزين
مش عايزين ناكل سمك، يعني اللي كل سمك اكل واللي ما كلش سمك عملنا له السندوتشات دي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.